أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أن بللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا العمل القلبي اليسير سيؤدي الله الدين عنك. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أكيد كل واحد فينا يتمنى لو كان عليه دين إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر له أداء ذلك الدين، لأن في النهاية يعني ده مظلمة من المظالم وسيقتص منا بسبب هذا الدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد أو يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يعني الشهيد مع أول قطرة من دمه يغفر له كل ذنوبه ما عدا الدين، لأن الدين ده مظالم من العباد. فإذا بالمولى عز وجل إكراما لذلك الشهيد يتولى أداء ذلك الدين يوم القيامة بأن يعطي صاحب الدين نعيما زائدا في الجنة، قصرا في الجنة، أرضا في الجنة، نهرا في الجنة، زيادة على النعيم بتاعه عشان يتنازل عن تلك المظلمة إكراما لذلك الشهيد. طيب إيه هو العمل القلبي اليسير اللي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى يؤدي عنا الدين؟ عمل بسيط جدا اللي هو إيه؟ إرادة أداء الدين. إن أكون من جوايا عندي صدق من جوايا إن أنا نفسي أأدي الدين اللي عليا. لأن أنتوا عارفين إن في ناس ربنا يعافينا ويعافيكم شعارها في الدنيا السلف تلف ورد خسارة، يعني بياخد الدين وهو في نيته ما يردش، إنما لو في نيته يرد ورب الكعبة ربنا هيعينه على إنه يؤدي ذلك الدين. ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس، خدوا بالكم، يريد فقط بس كده يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذها يريد إتلافها اللي هو السلف تلف والرد خسارة، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. عافانا الله وإياكم. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدان دينا، يعني يبقى عليه دين يعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. الله أكبر. طيب إزاي ربنا سبحانه وتعالى يؤدي عنا الدين؟ بثلاث حاجات. الحاجة الأولى إما إن ربنا يوسع عليا، لو أنا عليا دين ربنا يوسع عليا عشان أسد الدين دوت لصاحب الدين، وأنا جوايا إرادة يا رب والله أنا صادق عايز أدي الدين ده، تمام؟ فلما ربنا يعلم مني هذا الصدق يوسع عليا فأدي الدين. طيب ما وسعش عليا يوسع على الورثة، أولادي بعد ما أموت أو مكاتب أنا وصيتي إن أنا عليا دين لفلان يا أولادي لو مت أدوا الدين عني، فربنا يوسع على الورثة فيؤدوا الدين. طيب ما وسعش عليا ولا على الورثة وأنا كن جوايا صدق إن أنا أأدي هذا الدين، يوم القيامة ربنا يرضي صاحب الدين بنعيم زائد في الجنة فيتنازل عن تلك المظلمة. يبقى بحاجة من ثلاثة. وفي ذكر أيضا أو دعاء النبي علمه لنا صلى الله عليه وسلم يكون سببا في أداء الدين. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا من الصحابة مهموما، قال: ما بك؟ قال: دين علي لا أستطيع قضاءه. فقال: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن لو كان عليك، خدوا بالكم وركزوا، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا لأداه الله عنك، يعني لو عليك ديون قد الجبال ربنا هيأديه عنك. قال: ما هو يا رسول الله؟ إيه الكلمات ديت؟ فقال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. يبقى حاجتين يا حبايبي، إرادة من جواكم إن أنا أأدي الدين اللي عليا، فلما ربنا يطلع على قلوبكم ويرى صدق قلوبكم يؤدي عنكم. والحاجة التانية الدعاء بقى، اللهم اكتبوها بقى، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئي الأرجاء سحرا ونقا.
ها هي الأرواح مذ أن بللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.